النهاردة يوم مش عادي خالص يا بنات. قررت ان انا اودي ولادي اخيرا المصيف، اخر ناس احنا نصيف. بصوا بقى يا بنات، احلى فسحة ممكن في حياتك تتفسحيها في شرم الشيخ. الدنيا هادية كده وراسية، ولا في ناس كتير، وهادية خالص. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بقى يا ولاد نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونشوفوا اكلة المصيف الخطيرة خالص اتعملت ازاي. يلا بقى بينا على المطبخ. اول ما دخلت المطبخ سميت الله وصليت على رسولنا الكريم، وجبت الصينية بتاعتي المحترمة. طبعا معايا كيلو لحمة مفرومة، تمام، فيها نسبة دهن. حطيتها كده يا بنات كده عشان اشوف هنعمله ايه تاني. ونجيبه بقى صينية فيها 4 بصلات، فيها بطاطستين، فيها طماطمايه، قرن فلفل، فصين توم. كل نص كيلو لحمة بياخد بصلتين. انا جايبة كيلو لحمة يا بنات، يبقى انا هعمل 4 بصلات. تمام كده تمام. بمسك البصل انضفه كويس جدا، ولازم اطلع منه كده جزء زي ما انتم شايفين كده يا بنات، عشان بيبقى الجزء ده بيبقى عليه اللي هي الحاجه اللي بتبقى لونها اسود دي، اسمر ديت. تمام، ديت يعني انا سمعت ان هي ماده مسممه في البصل، فلازم تشيل الحته دي خالص. الناس اللي بيستخسروا يرموا حته بالبصليه، لا ارمي يا حبيبتي، وفادى اولادك وفادى صحتهم. بصوا بصوا يا بنات، بصوا ايديا بعد ما خلصت البصل اصلا كانت اتملت سواد خالص بسبب البتاع ده. بصوا انا بشيل الجزء ده كله، يعني لازم اطلع على طول، لازم اطلع جزء من البصلايه اللي هو اول جزء ده. معايا بقى الفصين التوم يا بنات، هقشرهم هم كمان كده. جهزت معايا الخلطه بتاعه اللحمه بتاعتي. تعالوا بقى ندوا غسله محترمه للحاجه ديت، للبصل بتاعي، وتعالوا نشوفوا هنعمله ايه. معايا بقى الكبه بتاعتي طبعا. غسلت البصل بتاعي كويس جدا يا بنات، وهبدا اقطعه بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت، طريقه عشوائيه كده، بحيث ان انا سهل على الكبه بتاعتي تنجز معايا. محدش يقول كمية البصل دي كتير يا مسك، لا، كمية البصل مظبوطة بالنسبة لي. لو عايزة تقللي مفيش اي مشكلة. حطيت حتة لحمة برضو عشان تسهل معايا وتطري معايا البصل، انا عايزاه ناعم خالص يا بنات. بعد ما نعمته معايا بالطريقة اللي شايفينها ديت، جبت بقى بولة نضيفة كده وحطيت فيها البصل بتاعي. هبدأ بقى امسك اللحمة بتاعتي، احطها على البصل واعجنها كويس جدا يا بنات بالتوابل بتاعتي. تعالوا كده نحط اللحمة بتاعتنا دي دعكة سريعة كده، عشان احب ادعكها اكتر بالتوابل. تعالوا بقى نسموا الله كده ونبدأ نحط التوابل. معايا اول حاجة مكعب ماجي يا بنات، واللي مش عايز يحطه يستغنى عنه، بس انا بحب التست بتاعه. معايا معلقة فلفل اسود، يعني معلقة ونص كده بس يكونوا صغيرين. معايا نص معلقة قرفة. معايا معلقة محترمة كده بهارات 7، ودي كل البهارات بتاعتي. وطبعا الملح يا بنات، حطينا الملح بتاعنا. اديها بقى دعكة محترمة، طلعي كل طاقتك فيها. بصراحة انا قعدت ادعك فيها واتبلها كويس جدا، حسيت ان هي نشطتني على الصبح كده يا بنات. لان انا اصلا طول ما انا ورايا حاجة هعملها ما بنامش. نمت هما ساعتين 3، صحيت خلاص جبنا اللحمة بدأت اتبل فيها. يلا يا بنات نبدأوا نظبطوا امورنا. كنا على الساعة 2 كنا طلعنا من البيت. بصوا كده يا بنات، صلينا الظهر الحمد لله ومشينا على طول. ادعاكيها كويس جدا. عايزة كل حاجة تختلط، ولو عايزة تديها وش كمان في الكبة اديها. اهم حاجة تكون ناعمة وحلوة. بس انا الكبة بتاعتي بعافية شوية، عايزة السكينة بتاعتها تتسن. معايا بقى دي الصينية القارب، اكبر مقاس في القارب. تمام، تعالوا بقى نحضره مع بعض يا بنات. انا جايبة بصلاية كده مقشراها. تمام، دي التتبيلة اللي هحطها في ارضية الكفتة.
في ناس بيستكفوا بالكفته كده يدخلوها الفرن وخلاص. بس انا يا بنات بصراحه مش هنعرفوا ناكلوها كده، يعني مش هناكلوا كفته لحمه بس وخلاص. لازم هتعملي سلطه، لازم هتعملي طحينه، لازم تعملي بطاطس محمره. انا بقى ضربت عصفورين بحجر. هو ايه يا مسك؟ هقول لكم دلوقتي يا بنات. انا قطعت البصلايه طرنشات خفيفه على قد ما تقدري تكون خفيفه خالص. هي بصلايه صغيره كده يا بنات بس. معايا بقى قرن شطه برضو حراق بارد على حسب رغبتك، بس ده بارد. قطعيه برضو طرنشات خفيفه كده. تقريبا انا ركنت ودخلت في البطاطس، ما علينا. المهم انا قطعنا البطاطس بسمك سنتي، ربع نص سنتي. ما تكونش سميكه ولا خفيفه، بتكون في الوسط كده عشان تقدري تطلعي الايه قطعه البطاطسايه، تعرفي تمسكيها يعني ما تتكسرش معاكي. وصلت لك؟ تعالوا بقى، هما بطاطستين يا بنات هقطعهم بالطريقه اللي شايفينها دي. يا دوبك على قد الصينيه، القارب اكبر مقاس في القارب، يا دوبك على يعني المقاس بالظبط على الكيلو لحمه. كده انا قطعت البطاطستين بتوعي. هبدا بقى اجيب طماطميتين برضو اقطعهم بنفس الطريقه، طرنشات خفيفه. السكينه برضو بتاعتي بعافيه، هجيب واحده جديده ان شاء الله. بقت بارده خالص، والبلد اللي عندي اللي انا قاعده فيها دي بصراحه ما فيهاش اي شيء ممكن تصلحي فيه حاجه، اللي يبوظ يترمي على طول. يعني ولا في حد بيسن مقصات ولا حد بيسن سكاكين ولا اي شيء من ده. اول ما الحاجه تبرد معاكي تروحي جايبه واحده جديده على طول. معايا بقى قرن فلفل كده يا بنات بالطريقه اللي شايفينها دي، هبدا اقطعه. اما بقى بلدي تسوق تحت يا بنات يا سيدي. والله يا بنات نزلت اجازه، انا كنتش عايزه اطلع بصراحه، مش هكدب عليكم يعني. بس الحمد لله يعني خلاص، المكان اللي فيه اكل عيشك لازم تروح فيه. فكانت كل حاجه يعني متاحه، اي حاجه تبوظ عندي بتروح تتصلح. سكينه بارده اروح اظبطها، خلط كده اروح اظبطه. لكن هنا البلد هنا فظيعه، هي بلد سياحيه، ما تلاقيش اي حد بيصلح حاجه فيها قليل خالص. كده انا قطعت فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، تمام كده. حته من كل الانواع اللي انا قلت لكم عليها دي. هحط بس ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه بهارات 7 بس، ومكعب ماجي يا بنات، ومش عايزه اكتر من كده. ربع كده بحيث ان انا اتبل بس الخضار ده. هي كده اللحمه بتاعتي تمام. وشويه ملح صغيرين كده بتاع ربع معلقه، عشان طبعا انا ما بحبش الحاجه تكون زايده في الملح يا بنات. كل ما الحاجه بتبقى زايده في الملح بتضيع طعم الاكل اساسا. فخلي بالك من تظبيط الملح ده، كل ما تقللي كل ما يكون افضل ليكي على فكره. بصوا كده انا يعني دعكتهم كلهم في بعض كده يا بنات، بحيث انزل الميه بتاعتهم، تمام. هبدا بقى ارص كده البطاطس كده بطريقه كويسه، بحيث ان انا اما احط الكفته ما تروحش يعني ما تبقاش ملقلقه، تبقى قاعده مظبوطه، تمام كده تمام. كده يا بنات رصيناها بالطريقه اللي شايفينها دي. جربوا الصينيه دي يا بنات، خطيره والله العظيم، طعمها تحفه جدا. بصوا بقى يا بنات، احنا خلصنا كده. هنجيبوا بقى الجزء التاني. احنا خدنا من الخلطه بتاعتنا جزء حطيناه تحت، والجزء التاني هنحطوه فوق، تمام كده تمام. رشي بقى كده على قد ما تقدري، ولازم تساوي عشان خاطر لما تحطي الكفته ما تبقاش معوجه يمين ولا شمال، تبقى مظبوطه في الصينيه بتاعتك زي الفل كده. يلا بقى تعالى نصبعوا الكفته مع بعض. صبعيها كور، صبعيها بالطول، صبعيها بالطريقه اللي تريحك. كده انتي هتحطيها اساسا في السندوتشات، يعني الشكل بتاعها مش هيفرق كتير كانت مدوره او طويله. بصوا بقى يا بنات، كده انا برص الكفته بالطريقه اللي شايفينها دي. وفي ناس بيحطوها في معلقه ويصبعوها، وفي ناس بيحطوها على عصايه شيش طاووق وبيصبعوها. الطريقه اللي تريحك وتلاقيها مناسبه ليكي اعملي. اهم حاجه عطيتلك التكات والتفاصيل بتاعه الصينيه، وانتي بقى بدعي. احنا كلنا ما شاء الله الستات عليهم عقل ما شاء الله، بيحبوا يبدعوا في المطبخ.
بدعي يا قلب اختك، بدعي كده وظبطي كده في الايه في المطبخ. بصوا بقى يا بنات، صبعنا كده بالطريقه اللي شايفينها ديت، وهبدا ارص عليها. واحلى بقى ايه يا بنات، احلى بقى في الصينيه دي شويه الصوص اللي بيبقوا فيها في الاخر، دول اللي هما بيبقوا تحت البطاطس وتحت الكفته. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض على الجمال. ولو انت بقى عطيتلها سيكه كده حرقان، تكون حراقه كده، بتبقى خطيره خطيره خطيره. خلصنا بسرعه بسرعه الكفته بتاعتنا، جهزناها، عملنا شويه مدورين وشويه صوابع، يعني ايه كله اللي في نفسه حاجه يعملها. حطينا كده حته سمنه من فوق، سمنه بلدي يا بنات، وحطينا شويه ميه، كوبايه ميه، وسبتها بقى تستوي. وتعالوا بقى شوفوا العسل بعد ما طلعت ايه من على البوتاجاز. طبعا انا الفرن بتاعي مفيش انبوبه، انا سويتها على البوتاجاز بس عشان ما نكدبوش على بعض. ديت مستويه على البوتاجاز، واتحرجت سيكه بسيطه كده، مش اتحرقت، اتلدعت. ماشي يا بنات عشان ما حدش يضحك عليا. بصوا هي اتلدعت بسيط كده، بس والله العظيم كانت خطيره، يعني الحته دي بس اللي اتعملت كده. تمام. انا بقى لو عندي فرن هديلها بقى تشميعه كده في الفرن، هتخليها برضو احلى واحلى، بس للاسف الانبوبه بتاعتي خالصه. تمام كده. انا استكفيت على البوتاجاز. اعمل سندوتشاتي ازاي بقى يا مسك؟ انا بحط البطاطس، الخلطه اللي تحت اللي بقول لكم عليها. شوفوا بقى شويه الصوص ده يا بنات، بتغمسيه بالعيش كده، فظيع فظيع. وعلى فكره تنفع برز بشعريه، رز مفلفل، رز ابيض عادي، مفيش مشكله خالص. وتنفع معاها مكرونه متحمره، مكرونه بصلصه، ماشيه معاكي في جميع الاتجاهات. لو انت مستعجله ومكسله مش عايزه تطبخي، انصحك بالصينيه دي، مش هتاخد منك ثواني، رهيبه يا بنات. والكفته كده طريه من جوه وخطيره. بصوا بتتقطم معايا في دقيقه، والبطاطس مستويه. عيالي والله يا بنات الاكله دي ما شاء الله تبارك الرحمن نسفوها، قالوا لي يا ماما تحفه جدا. بصراحه انا جيت اسال على يعني جبت اقول ايه، هجيب لانشون وجبنه رومي وجبنه بيضه وعصاير وحاجات من دي، لقيتها نفس التكلفه. واحنا كمان يعني هنقعدوا على البحر لحد الساعه 6 ان شاء الله المغرب، فيعني ده وقت غدا. تمام. فقلت طب ما على ايه، تكلفه بتكلفه، اعمل لهم صينيه كفته محترمه، الاسم اللي هم اكلوا بروتين واتغذوا، والجبن والحاجات ديت هيراك ما تروحي البيت هيقولوا لك احنا جعانين على فكره. فبصراحه صدت معاهم، صدت معاهم ما شاء الله، لحد كمان الساعه 10 بالليل صدت معاهم. عملت لهم سندوتشات تاني منها كمان. بصوا بقى يا بنات خطيره، عايزاكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم. بالله عليكم اللي يشوف الفيديو بتاعي ده يديه لايك من ايديه الحلو، واللي يشوف الفيديو من اول الفيديو كده يصلوا على رسولنا الكريم، ويبدا بقى يحط لي لايك حلو، اكتب لي كومنت حلو. طبعا انا ما عنديش ورق فوين، عندي ورق اللي هو الاسترتش ده يا بنات، غلفت فيه بيه السندوتشات وما وقفتش. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.